في مدينه نصر وجسر السويس وراح اسكندريه ودلوقتي في العباسيه. برجر انبوكس بيعمل سندوتشات برجر وفرايد تشيكن، فيلا بينا نجرب شويه حاجات واقول لكم ايه اللي عجبني. نبتدي باول حاجه بالابيتايزر. جبت كده بوكس ميكس. البوكس عباره عن شيدر هالوبينو ستيكس وشيدر هالوبينو بايتس وموتزاريلا ستيكس وانين رينج، بيجي معاهم صوص كده. فيلا بينا كده ناخد اول حاجه بقى الايه الشيدر الهالوبينو، ناخد كده البيس ندب كده في الصوص. اوبا 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 بسم الله. طعمها جامد والله، يعني دقت حاجات كتير قوي كده بتبقى مش احسن حاجه، ادي طعمها لطيف. لا الصراحه صوابع الشيدر الهالوبينو دي عالميه، في منها ستيك في منها بايتس كده. ناخد بقى كده ايه الستيك الثانيه. اوبا دي موتزاريلا فيها طعم والله، يعني طعم البريدنج لوحده متبل طعمه حلو كده، موتزاريلا مالهاش طعم بس البريدنج نفسه فيه تيست حلو الصراحه عجبتني. اونيون رينجز غرقها كده بقى في الصوص. اوبا 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 الصوص خطير، بدايه مبشره قوي. خش على بعض. صحيح، هكسب 5 من اللي هيكتبوا كومنتس انت وصاحبك تاكلوا هنا. الغريب والجامد انك ما تلاقيش ابدا واحد لوحده جاي ياكل هنا، لازم جروب او معاك صاحبك عشان المنيو معظمه بوكسات شير وكده. فجبت بقى جونيور بوكس عباره عن سندوتشين بيف وتشيكن وبيجي معاهم بطاطس. ناخد كده اول ساندوتش نفتح، عباره عن بيكلز وخس وبينزل عليه بقى الفرايد تشيكن اللي بتتعمل في البريدنج فريش قدامك. هوب بتنزل على الساندوتش وبتاخد بقى الشيدر صوص والتيستي صوص واقفل كده بالعيش ويلا بينا بسم الله. طعم الفراخ فريش باين قوي الصراحه، والتتبيله لطيفه مش اوفر. ساندوتش فرايد تشيكن كلاسيك خالص، يعني ساندوتش بص في الخفيف منه خالص. تاني ساندوتش كلاسيك بيف برجر، بياخد برضو بيكلز وخس وطماطم وينزل بقى بالبرجر. حط بقى الصوصات عليه واقفل يا باشا. ويلا بينا بسم الله. ده ذوقي في السندوتشات بالنسبه لي، طعم الحاجه باينه، يعني طعم اللحمه باين قوي فاهم، مفيش صوصات كتير مفيش حاجه مغطيه. صوص الشيدر مع التيستي صراحه خفيف، مع البيكلز والخضار فريش برضو والعيش فريش. لا الصراحه ساندوتش كلاسيك زي ما الكتاب بيقول، مع اني مش من عشاق الباتي برجر، السماش بحبه اكتر، بس ده برجر بالنسبه لي باتي لطيف، سمكه حلو مش تخين قوي مش الحاجه فاهم، لا سمكه لطيف صراحه، طعم كل حاجه مظبوطه. البوكس بيجي معاه بطاطس بسم الله، البهارات اللي على البطاطس خطيره. لا طعمها حلو قوي. ده بقى السيجنتشر عندهم، اكتر ساندوتش بيطلب بيج بوكس بيف. الساندوتش بيبقى دبل، قطعتين بيف برجر عليهم بيف بيكن بقى وموتزاريلا ستيكس. يلا بينا بقى نفتح كده، يا نهار بزازان. واي ساندوتش من عندهم بيطلع معاه بوكس فرايز. ويلا بينا بسم الله. لا الدبل قصه ثانيه خالص، طعم اللحمه باين قوي، يعني اكلته في اول كلاسيك كان طعم اللحمه باين بس الخضار والصوص كان باين اكتر. لا في الدبل يعني انا ممكن اجيبه كلاسيك دبل احسن بالنسبه لي، حسب طعم كل حاجه، بس ده جامد الصراحه برضه. الموتزاريلا ستيكس مع البيف بيكن خطير، لا الصراحه مديله طعم مختلف وفي نفس الوقت مش صوصات كتير مش لغواصه يعني. لا الساندوتش ده يستاهل ان هو بالسيجنتشر الصراحه. عاجبني قوي ان البرجر بتاعهم ما فيهوش حوارات، هو حرفيا نفس تتبيله السماش برجر تقريبا، ملح وفلفل اسود، بس هو الفرق مش سماش، هو باتي برجر صراحه عجبني قوي كمان. لو انت بقى بتحب اللغوصه والسندوتشات اللي متغرقه صوصات، السندوتشين دول ما يتفوتوش. هامر رانش بيف وهامر رانش تشيكن، السندوتشين دول لغوصه للصبح. اجمد حاجه عجباني سعر مقابل اللي انا باكله، يعني الكواليتي اللي انا باكله قصاده السعر ده فاهم غريب، سعر رخيص قوي 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 قصاد الكواليتي اللي بالسعر ده. البرجر طعمه حلو والفراخ طعمه جامد بالنسبه لي، انا الفراخ اجمد الصراحه. سعر السعر. شوف انت هتشوف الفيديو ده امتى اكيد الاسعار بتتغير، يعني اي وقت هتشوف الفيديو ده مع اختلاف التوقيت اللي نزل فيه سعر انا واثق ان هيفضل غريب. ده بقى المفاجاه بالنسبه لي، ساندوتش كرانشي تشيز. ساندوتش كبير زي ما انتم شايفين، فيه قطع ستريبس مع الخضار بقى والصوصات. مش عارف ازاي اكله الصراحه، مفتوح من ناحيتين. نحاول نقسمه كده. ناخد كده بقى نص كده ممكن يتاكل. يلا بينا بسم الله. ده عالمي، ده اللي عايز ياكل ساندوتش فراخ جامد من هنا هو الساندوتش ده كرانشي تشيز عالمي. فكرني فعلا زمان ساندوتشات سوبر كرانشي بتاعت زمان قوي فاهم، ارجع كده زمان ورا كده ساندوتش سوبر كرانشي اللي هو الكلاسيك خالص، اللي هو الجبنه مع البيكلز مع الخضار مع سموك تركي. ده ساندوتش خطير 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 ومليان، الفيلنج بتاعته كبير قوي والعيش كده كده فريش. فالصراحه الساندوتش ده كملوا للاخر. فمن الاخر برجر ان بوكس بيعمل برجر وفراخ كواليتي وتيست، حطهم على جنب والسعر حطه على جنب، فالاثنين قصاد بعض مش طبيعي الصراحه، سعر مش طبيعي قوي مقارنه بالكواليتي والتيست اللي بيقدمه. الصراحه انا اتبسطت في برجر ان بوكس، عنده 4 فروع فان شاء الله يبقى عنده كذا فرع، كل ده في خلال سنتين بس. ودي كانت تجربتي في برجر ان بوكس، وعنوانه في ميدان العباسيه بالظبط. الصراحه المكان ده حرفيا يستاهل شير، سيف للفيديو ومنشن لصاحبك، وافضل اقول لك كل فيديو وشير حاجه بتدعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.